طبعا في قياده، انا في رايي دايما اي شيء من بدايه الثلاثينيات لغايه دلوقتي فتش عن الاخوان المسلمين، لانه ده تنظيم. يعني انا عايز اقول لك حاجه قد تكون مفزعه للبعض. القرن العشرين لم يعرف الا تنظيمين محكمين تماما على المستوى العالمي: تنظيم الحركه الصهيونيه وتنظيم الاسلام السياسي. مع الفرق بين الاثنين، ما بقولش انه الجوهر واحد، لا، انما الميثودولوجي، المنهج، الدوكترينز واحده كلها. وهما الاثنين دول اللي عملوا تغييرات ضخمه في المنطقه اللي احنا فيها. ولا بد ان نعترف، شوف الحركه السوريه خض العالم ولو شاء لغايه دلوقتي. الاسلام السياسي راعي الدنيا حتى هذه اللحظه. ولذلك انا لا اعطي ابدا جماعه الاخوان المسلمين، واتفق مع الاستاذ بشير عارف فيما وصل اليه الفتاك. هذا كلام دقيق تماما وهو تحريض على التفكير ومثير للتساؤل، ولكنه يجيب في نفس الوقت على اسئله كثيره. هذا كتاب كاشف لكثير من الحقائق. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.